بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حبيبي الزرزور؟ عامل ايه؟ انا حلو وانت حلو والولا كريم جونزيلا في الاوضه اللي جوه حلو. وتعالى نتكلم النهارده على ماتش الاهلي اللي جاي، الاهلي وبالماريس، وازاي هنكسب الفرقه دي. طبعا انا اتفرجت لكم على الفرقه دي في ماتش بالماريس وبورتو، وذاكرت لكم الفرقه دي كلمه كلمه، وهقول لكم ازاي الاهلي ممكن يقدر يكسب الفرقه دي. انت ما اتفرجتش على الماتش ولا ايه؟ الاهلي قادر يكسب الفرقه دي، بس بالخطه اللي انا هقولك عليها وبطريقه اللعب اللي انا هقولك عليها. الفرقه صعبه، الفرقه اصعب فرقه في المجموعه، بل اصعب من بورتو. الفرقه دي بنسبه 80% تصعد اول مجموعه. الفرقه ديت معدل العمر عندها لا يتجاوز ال25 سنة، مفيش غير كام لاعب عدوا سن ال30. الفرقة دي بتلعب كرة سريعة جدا. الفرقة دي الباص ما بيقعدش في رجل اللاعب 3 4 ثواني، كرة بتجيله بيبصي على اخوه على طول اللي لابس اخضر. الفرقة دي بتلعب على الكونتر اتاك بطريقة صعبة. برشلونة الفرقة ديت خطر جدا جدا جدا. بس تعالى اقولك ازاي الاهلي قادر بفضل من الله يكسب الفرقة دي. طيب، عايزين بس نتكلم عن اللي حصل الماتش اللي فات كده، كام حاجة. تريزيجيه وقعت عليه عقوبة $500,000 بسبب اللي حصل منه، ومكالمات من محمود الخطيب والناس كلها جت عليه. بس تريزيجيه غلطان وغلط، ممكن يؤدي ان الاهلي يودع البطولة. بس اي لاعب كان ممكن يخش يضيع، تمام. بس ما بنضغطش على اللاعب قوي. هو غلط، هو طمع، هو كان عايز ياخد اللقطة. بس كلنا بني ادمين وبنغلط. تريزيجيه اداؤه في الملعب كان 10/10، بس التوفيق والانسان طماع فعادته عادي. طبعا اللاعب اللي يعوض امام عاشور بالمناسبة هيغيب عن الاهلي مدة تتجاوز الشهرين. يعني هو يتعافى من الاصابة شهرين، يقعد شهر كده تأهيل، يعني ياخد لك بتاع 3 اشهر عقبال ما امام عاشور يرجع الملاعب تاني. طبعا تريزيجيه يشعر بالندم، وطلع تصريحات بيقول لو عاد بيا الزمن لكنت ساعة ركلة الجزاء رجعت وقفت مع محمد الشناوي. يعني الراجل ندمان بغلطه، الراجل مش مقاوح، الراجل مش مكابر، الراجل باين عليه حزن عشان عارف اللي هو عمله ده غلط شديد. فاحنا دلوقتي في فترة ندعم الفرقة وندعم كل لاعب وما نهاجمش اي حد الا حسين الشحات. طيب حسين الشحات يا جدعان، كلام كتير عليه كتير. حسين الشحات يا جدعان لاعب شبع كورة. حسين الشحات وصل لمرحلة ان هو شبع كورة، بمعنى انا لعبت مع النادي الاهلي وخدت كذا شامبيونز ليج، وخدت دوري، وخدت كاس، ورحت كاس الانتر كونتيننتال، ولعبت في كاس العالم، وخدت هنا وخدت هنا وخدت هنا وخدت كتير، والدنيا جميلة. بناء على التصريح اللي قاله مع سيف زاهر، قالك انا بعد كاس العالم بفكر اني استريح من الضغوطات، ومن ان انا ابقى مطالب بان انا اكسب كل الماتشات وادي اداء كويس. كلام حسين الشحات كده بيدل انه خلاص شبع كورة، وهو برضه في مكانه. في زيزو، في طاهر، في ناس تقيلة اوي. فحسين الشحات نسبة تكميله مع النادي الاهلي لا تتجاوز 20%. حسين الشحات اخر موسم ليه مع النادي الاهلي بناء على تصريحاته وبناء على ادائه. طيب، بعد حسين الشحات في قفشه يا جدعان. قفشه يا جدعان مفيش بص، انا مش هقولك مستوى قفشه ومش عارف ايه. قفشه ملوش مكان في الاهلي. هيلعب على مين في نص الملعب؟ بالرمضان؟ هيلعب على امام عاشور؟ هيلعب على مين؟ بس في زخم في نص الملعب، وهيبقى ترتيبه الاخير. بل لو طلع ناشئ من تحت يلعب على قفشه، لو طلع ناشئ من ناشئين الاهلي مستواه يلعبوا على قفشه. فقفشه ملوش مكان في النادي يا جدعان. بلاش كلام كتير عشان انا مررت والله العظيم القولون تعبني. طيب، ده كان كلامي عن الماتش اللي فات، ما مش عايز اطول عليكم. تعالى نتكلم عن الماتش اللي جاي، والاهلي ازاي ممكن يكسب الماتش اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خطة نادي بالماريس ونقط قوة وضعف نادي بالماريس بيلعب بخطة
3-4-2-1. مثلث هجومي في الملعب، لا اله الا الله. بيلعب ب3 مساكين، 4 في نص الملعب، 2 فيرود سريع. عندهم حارس اسمه ويفرتون، وده حارس برازيلي، ودوت حاجة لا اله الا الله. معاهم 3 سردباكات، 3 مفهومش غير 1 قوي و2 متوسطين، مش ضعفة، متوسطين. وهو القوي هو غوميز. اللاعب دوت يا جدعان كرواتي، بس انا يا جدعان حاجه كده تقيله قوي يا جدعان. ده الدعاء، ده الدعاء هو اللي يعدينا منه على خير. طبعا في كوريكا، وده برازيلي، وده يميزه السرعه. بيلعب كوره، عنده مسباص كتير، ولكن سريع وقوي الجسمان. عندنا جاييه، ودوت اضعفهم، وده اسهلهم بالنسبة للاتنين اللي جنبه. عندنا 4 في نص الملعب، ودول يا جدعان لا حول ولا قوة الا بالله. دول لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا 4 في نص الملعب فيهم 2 باكات. بس بجد يا جدعان انا اتفرجت على ماتش بورتو. العيال دي يا جدعان في تعليمات تقريبا اللي الكرة هتقعد في رجله اكتر من 5 ثواني ومرقصة. العيال تك 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 تك، مفيش شوف. انا بتكلم عنهم وربنا معدتي وجعتني يا جدعان. تعالوا اقول لكم، هم كلهم اقوياء، بس انا هقول لك ازاي نقدر. انا هقول لك على حسب يعني تحليلي. عندنا ريوس ومورينيو، الاتنين دول يا جدعان، الاتنين دول دويتو مع بعض. الاتنين دول بيقدروا ينقلوا الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية في ثانية لثانية. العيال بورتو بتبقى خلاص مهاجمة. معاهم الواد ريوس دوت بيقطع الكورة، بلاقي بالماريس بلاقي بالماريس هاجم. طب يا جدعان دي كانت هجمة لبورتو، بلاقي بالماريس مهاجم بسبب ريوس ده. ريوس دوت يا جدعان بيفسد هجمات الخصم بطريقة رهيبة. عندنا مورينيو، وده ارجنتيني، وياويلك من الارجنتينيين. مورينيو دوت مورينو دوت حاجة كده شبيهة لإمام عاشور، بل أقوى طبعا. ولكن يعني الله يكون في عون مروان عطية أو حمدي فتحي اللي هيلعب، الله يكون في عونهم على اللاعب ده. طبعا بقى عندنا بيكيريز، وده لو محمد هاني استعاد فورمة المونديال ممكن يوقفه. لو محمد هاني استعاد فورمة المونديال ممكن يوقفه. ولكن ده لعيب جامد جدا، ولعب عرضياته خطيرة جدا جدا جدا. طبعا اخوه الناحية التانية اندرسون، ده برازيلي، وعرضياته يا جدعان ما بتجليش، ما يقدرش عليها غير حارس المرمى يطلع يمسكها. لاعب ما فيش عرضية بتعدي غير في ال18 بل 6 ياردة، لازم محمد الشناوي يطلع في كل العرضيات اللي جايه من اللاعب ده. طيب عندنا بقى مثلث لا حول ولا قوة الا بالله. ده بقى مفهومش ضعفاء، دول مفهومش ضعفاء. دول ده معاهم فرود اسمه روكي، ده رايح تشيلسي بعد كاس العالم على طول. برضو عندهم مواريسيو واستافيو، مثلث برازيلي. 3 دول برازيليين يتفننون بالمهارة، يتفننون بالتركيز، يتفننون بعدم تطويل الكرة في رجليهم. تك 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 تك. يتفننون بالتسديد، يتفننون بالارتو، يتفننون بكل شيء. ولا اله الا الله، لا يقدر على بالمريس الا خالق العباد ربنا. بالماريس يا جدعان اللي احنا لعبناه السنين اللي فاتت يختلف تماما عن بالماريس ده. بالماريس السنة دي ليس بالماريس، بل بطل قارة جنوب افريقيا كلها. اقوى فرقة في جنوب افريقيا هي بالماريس بالصفقات اللي دعمتها السنة دي.
طيب ازاي الاهلي يقدر يكسب بالماريس؟ على حسب امكانياته وعلى حسب لعبته. ده اللي انت قاعد مستنيه طول الفيديو، فانا هقولك عليه وتقولي ايه رأيك في الكومنتات وايه تعديلك على حسب اللي انا هقوله، على حسب دراسة النادي بالماريس وعلى حسب دراسة النادي الاهلي في الماتشين اللي لعبوهم، سواء الاهلي لعب الانتر ميامي او بالماريس لعب بورتو. تحليل الماتشين دول، الاهلي يلعب بخطة تي عشان يوقف البلاوي البرازيلية اللي جاية من بالماريس. بسم الله الرحمن الرحيم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدام داري وجنبه ياسر ابراهيم. باك رايت هتلعب بمحمد هاني، باك ليفت مش هتلعب بباك ليفت بل تلعب بسرد باك وهو بيكهام. انت ما تهاجمش بالحتة الشمال ديت، انت تلعب بيكهام مساك يقدر يوقف الوينج ليفت الوينج رايت اللي هناك. يعني انت توقف الحتة الشمال دي، ما يعديش نص الملعب بيكهام بل يدافع ويوقف اللاعب ده. كوكا وحش دفاعيا بل هو عنده ميزة هجومية، فانت مش محتاج كوكا في الهجوم قوي، انت محتاج توقف الناس دي عشان الغلطة في فورة. فانت محتاج حد قوي دفاعيا، لإما تلاعب يحيى عطية الله، لإما تلاعب بيكهام مساك يقدر يوقف الخطورة في الجزء ده. كوكا غير مناسب للماتش ده، كوكا غير مناسب للماتش ده، بل لو كوكا لعب ممكن الجون يجي من ناحيته. هتلعب بزي ما كنت بتلعب بحمدي، كان بيغطي مكان الفراغ اللي ما بين داري وياسر، كان داري وياسر كده وقدامهم حمدي بيسقط بيغطي الفراغ اللي ما بين الاتنين. دي حاجة عجبتني جدا وخدت بالي منها، ريفيرو تقريبا مأكد عليها. فزي ما لعب يلعب بحمدي ويديله التعليمات اللي كان مديهاله عشان يضيق المساحات على الخصم، بدل مروان عطية اليو ديانج. وقدامهم بن رمضان، اتنين ارتكاز حمدي وديانج عشان ديانج يغطي لك المساحات والبدني بتاعه هو اللي محتاج الماتش ده. يعني انت محتاج البدني بتاع ديانج في الماتش ده، محتاج جسمان ديانج، محتاج سرعة نقل الكرة بديانج. حمدي 10/10 في استخلاص الكرة، ولكن ديانج اسرع منه في نقل الهجمة. ديانج جنبه حمدي، راس المثلث بن رمضان. هتلعب بزيزو ليفت ورايت هتلعب بتريزيجيه او العكس عادي، وهتلعب براس حربة جريديشار. أسامة أبو علي مرهق بدنيا والماتش ده محتاج بدني، بل انت تحتاج أسامة أبو علي في الشوط التاني بالبدني بتاعه، بل هتحتاج بن شرقي في الشوط التاني بالبدني بتاعه. هتستنفذ البدني بتاع تريزيجيه وزيزو في الشوط الأول وجريديشار. هتنزل الشوط التاني عايز البدني. طبعا الفرقة دي هترهقك بدنيا، فانت دكتك لازم تبقى تقيلة، بل الشوط التاني خطتك تختلف بانك تنزل مثلث هجومي مختلف، وهو بن شرقي وسام ابو علي طاهر محمد طاهر. انت هتغير المثلث الهجومي كله على حسب اللياقة البدنية. لو زيزو البدني بتاعه لسه موقفه على رجله يكمل في الملعب، لو تريزيجيه البدني بتاعه موقفه على رجله يكمل. اول ما البدني يقع مش هينفع حد يكمل في الماتش ده. فانت عندك الشوط التاني ممكن تقلب الدنيا بن شرقي وطاهر ووسام ابو علي. لو الفرقة ضغطتك اوي 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 اوي، انت هتضطر تنزل مروان عطية يلعب جنب حمدي وديانج وتطلع بالرمضان. ده على حسب تحليلي للماتشين. الفرقة تقيلة اوي طبعا، الخطة اللي انا قلتها لك فيها عك كتير، بس هو ده الحل الوحيد انك تكسب الفرقة دي. مش هينفع تلعبهم طبيعي،
مش هينفع تلعبهم طبيعي، لازم تفتكس، لازم يبقى عندك فكر مختلف عشان تقدر على الفرقة دي. اصعب ماتش في البطولة هو ماتش بالماريس، كسبت، صعدت لدور ال16 مباشرة. الله المعين، ماتش صعب، ماتش بنسبة ان الاهلي يكسب 30%. الله المعين، 11 راجل في الملعب، الاهلي قدها، والاهلي عودنا على التحديات الصعبة. الاهلي ممكن يكسب، ممكن يكسب، الاهلي قادر يكسب، الاهلي قادر يكسب بروح الفانيلا الحمراء. الله المعين، طالما في 11 راجل في الملعب هنا و11 راجل في الملعب هنا، تفصلنا صفارة المباراة. كان الله في العون. نتمنى الاهلي يفوز باللقاء ويصعد مباشرة ايا كانت نتيجة ماتش بورتو، لان المواجهات المباشرة بتفرق. انت حتى لو بالماريس كسب، كسب انتر ميامي، هيتساوى معاك 4 بونت و4 بونت، هيشوف المواجهات المباشرة انت كسبان بالماريس تصعد انت. الاهلي لو كسب وصعد لدور المجموعات هياخد 7,500,000 دولار، ده غير نتيجة الفوز على بالماريس زمانها 2,000,000 دولار. يعني خزينة الاهلي ستنتعش بالدولارات والعملة الخضراء. ماتش يستاهل اللعب، ماتش مفهوش اخطاء، الغلطة بجون. الله المعين. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. ادعولي عشان عندي امتحانات وعندي مرض في بطني مش عارف احدده، بس رغم كل ده انا بصور لك ومعاك وبذاكر لك الفرقة والله. ف يعني انا بقدر شغلي اللي بعمله، فمش طالب منك يعني اقولك اضغط لايك واشتراك. فعل الفيديو عجبك اعمل لايك، انا عجبتك اعمل اشتراك، غير كده مش مقتنع بيا، مش مقتنع بالفيديو، ما تعملش لايك، ما تعملش اشتراك، حقك. وانا حقي اتعب في شغلي وانزلهولك، سواء كنت بمر بامتحانات، عندي مرض، شغل ملزم بيه اصوره واذاكر الفرقة كويس واقول لك خطة الفرقة واقول لك شغلي اللي عليا اعمله. بس تعبان، فيديو النهارده مش لذيذ قوي، بس انا تعبان وعندي امتحانات والله. بس رغم كل دوت قدرتك وطلعت صورت لك فيديو ما قبل اللقاء. في فيديو اخر ما قبل المباراة، انتظرني بكل جديد. الله المعين، وان شاء الله الاهلي يكسب ويفرحنا. كان معك الزرزور والى اللقاء.